الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الإله يبتدي دعائي ذي الحول والقدرة والعلاء. بسم الإله يبتدي دعائي ذي الحول والقدرة والعلاء. الحمد لله العظيم المستحق كل المحامد وفالق الفلق ذي العز والثناء والجلال والكبرياء والملك والكمال. مستغفرا ونادما وتائبا لا تجعل ربي رجائي خائبا. فيك وفي الأهلين والإخوان نج جميعنا من الشيطان. مصليا على النبي المصطفى والآل والأصحاب أهل الاصطفاء. ومتوسلا باسمك العظيم وجاه من عندك جاهه عظيم. ومن توسل بحبك الكريم ينال ما يرجوه منك يا رحيم. وبممد أولياء الرحمن من فيضه بأعظم الأواني. شيخي وسيدي أبي العباس منقذنا المزيل كل باس. وشيخنا محمد الغالي الأبر وصاحب الرماح شيخنا عمر. وجدنا خال أبي المنصور الفاهم الهادي إلى الخيور. وبخديم الأمام مالك قائدنا لأحسن المسالك. وببني أنجم الظلام السادة البررة الأعلام. وخلفاء الكرام القادة ساداتنا الغر ذوي المجادة. وراجيا تيسير ما أروم بهم بمحض الفضل يا كريم. ومتوكلا عليك لا على غيرك يا رب فكن لي موئلا. ومن توكل على الرحمن فهو حسبه بلا بهتان. جعلنا الله من المتكلين عليه أرباب الفتوح واليقين. وليس للعبد على الإطلاق فيما قضى له العزيز الباقي سوى التضرع والالتجاء إليه والتفويض والدعاء. سوى التضرع والالتجاء إليه والتفويض والدعاء. والصبر والرجاء والتوسل بالمصطفى الشافع خير المرسل. الرحمة المهداة للأكوان تفضلا من ربنا الرحمن. صلى عليه اللهم الخشوع يطلب في الصلاة والخضوع. وآله وصحبه العدول ذوي التقى والرشد والقبول. بيده داعي الأمور واتكل عليه صادقا فتبلغ الأمل. أنت ولي ربنا وحسبي في كل شدة وكل كرب. وأنت لا يخيب من دعاك إذا توسل بمصطفاك. حاشاك أن ترد من قد أما لبابك الكريم يا اللهم. فارحم بنا والطف وحقق أملي بجاه شافع الورى المفضل. وشيخنا التجاني ذي المذايا وببنيه سادة البرايا.
وشيخنا التجاني ذي المزايا وببني سادة البرايا. رب بلا إله إلا الله وحق من أرسلته يا الله. سيدنا ذي الخلق العظيم خير البرايا حبك الكريم. مظهر لطفك وعين الرحمة حبيبك الهادي لخير ملته. اشف لنا جميع ما تكمنا في الجسم من داء إلهي والضنا. وعافنا اللهم يا معافي والطف بنا يا خافي الألطاف. ولتكفنا ربي بجاه الهادي خير الورى مكائد الأعادي. إلى نحور إلهي وارددي مكرهم جموعهم وبددي. ونجنا من حيل المحتال يا ربنا وشر كل قال. وسحر ساحر وقدح قادح وغدر غادر وكشح كاشح. وشر كل ظالم حسود وشر كل مبغض عنيد. ولا ترم ربنا فينا أبد سوى الذي يسوءهم ومن حسد. وكل من بعين سوء نظرا إلا يقلبا إليه ضررا. يا رب واجعلنا عليهم غالبين حسا ومعنى يا ولي المؤمنين. وأولهم يا ربنا الهوانا والخزي والصغار والخذلانا. وأولهم يا ربنا الهوانا والخزي والصغار والخذلانا. حل بيننا وبين كل ظالم وشر وكفنا إله العالمين. وقد رماني ربنا الأعادي بالقرط منها نجني بالهادي. في الجسم لا يترك فيه ما يضر لا وجعا يا ربنا ولا أثر. أنت الطبيب يا علي والشافي عبدك فاشف عاجلا يا كافي. وما من السحر به أصبت من شري بك علي استعذت. من شر أعين ومن لساني ومن فم من إنس ومن جاني. وما لنا من منقذ ينجيني من شر سواك يا معيني. ونجني من شرهم وأهلي والصحب والإخوان يا خير ولي. ما خاب عبد بكم قد لاذا والطف بعبدك الضعيف هذا. ونجنا رب من النفاق والجور والبغي مع الشقاق. والطف بنا يا رب وارحم واستري عيوبنا ذنوبنا وكفري. ولتشفنا بالمصطفى وعافي جميعنا تفضلا يا كافي. خير الشفاء عاجلا ولا نرى سوى الذي نرجوه يا رب الورى. بارك لنا اللهم في الأدوية واشف بها يا رب كل علة. بيدك الشفاء ليس في يدي غيرك فاشفنا بجاه أحمد. جعلت حب المصطفى ردائي وحب آل بيته شفائي. وحب قطب الأولياء المكتوم شيخ الشيوخ البرزخ المختوم. وحب آل بيتي علاجي من كل ما يفضي إلى اعوجاجي. حصني من الأمراض والآفات والضر والوسواس والروعات. بسورة الناس وسورة الفلق نعوذ من شر جميع ما خلق. وقد تحصن بالصار صمدي والحاء والميمين من محمد.
وقد تحسن بصار الصمد والحاء والميمين من محمد واسم الجلالة وباء البسملة وآية الكرسي ثم الحوقلة لي وللأزواج والولدان يا رب والأحباب والإخوان ولشيوخنا ومن تعلق بهم إلهنا بجاه المنتقى بأهم وسقك وحلع وبيض شر الأعادي فادفعي أطفأت ربي نار من عاداني بصورة الفيل وبالمثاني عني والأهلين والإخوان يا رب والأحباب والجيران وآية الحرص وحزب النصر وباليمان وحزب البحر بسورة النصر وبالإخلاص من البلايا يسرا خلاصي وارزقنا يا ربنا معرفتك لكي أكون مخلصا عبادتك كما تحب يا علي وترضى لكي أنال منك أكمل الرضا وهب لنا ربي بجاه الهادي خاتمة حسنى مع الأولاد يا الله يا من أمره إذا أرد شيئا يقول كن فيحصل المراد دون تريث ولا تأخير سبحانه من واحد قدير ما شاءه كان بلا نزاع ولا تشاور ولا وداع ما لم يشأ لا يكون أبدا سبحان من في ملكه تفردا يسر لنا المراد نوّر القلوب بالذكر والصلاة علام الغيوب اللهم يا مفتح الأبواب جميع يا مسبب الأسباب افتح لنا أبواب كل خير وسد عنا باب كل ضير وانظم بنا دائرة الأخيار التابعين سنة المختار المتمسكين بالكتاب وذي شيخي فاتح الأبواب شيخ الشيوخ أعظم الوسائل إليك ربي منبع الفضائل حل بيننا وبين ما لم يكن في رضاكم يا عظيم المنن واهد جميعنا بجاه الهادي إلى سبيل الخير والرشاد ووقنا شرور ما نخشاه واعطنا جميع ما نهواه من خير الدارين يا كريم تفضلا يا حي يا قيوم إني أعوذ بالعزيز الباقي وجاه من سرى على البراق من كل ما أراه من أحلامي مفزعة يا رب في المنام في الليل قد كان أو النهار أو حضر يا رب والأسفار فقلنا شرور إلهي بجاه شافع الورى الأواه عليه صلى الله ما القمري غنى على الأغصان يا ولي وكل من كان دعا لي ربي خيرا أجب دعاءه يا ربي وإن دعا عكسا إلي فرددي دعاءه ربي بجاه أحمدي رجاءنا ربي فلا تخيبي بالمصطفى حبيبك المنتخب صل عليه ربنا والآلي وصحبه الغر ذوي الكمال انظر بعين اللطف يا مولانا عبدك ذا وعافه من جانا وما له سواك من معافي يا دافع الآفات خير شافي تجدد الأمر الذي تعلم وليس لي سواك من يدفعه
عني إلا أنت يا رحيم ارحم بنا يا حي يا قيوم وإن لذنب رب قد أصبت بما أصبت ربي منه تبت إليك إن كان ابتلاء ربي فاصرف عني بجاه الحب أطيل العمر بمحد الفضل والجود والإحسان يا ذا الحول في نعم مقرونة بالعافية وصحة ودرجات سامية والاعتصام بالكتاب المحكم وسنة المختار عين النعم وبطريق القطب هادي الخلق جميعهم إلى سبيل الحق سندنا وغوثنا الهمام بحر الهدى والعلم والمكارم وبالتقى والزهد والإيمان وحسن ظن بك كل آن وبعبادك بلا رياء وسمعة بخير الأنبياء وحب آل المصطفى العدناني وحب آل شيخنا التجاني رضي عنه الله ما القرآن يتلى وما تعدد الآذان رضي عنه الله ما القرآن يتلى وما تعدد الآذان وعن بي بجاه المصطفى ربي ومن آثارهم قد اقتفى وعنهم بي بجاه المصطفى ربي ومن آثارهم قد اقتفى جعلنا من الذين يقتفون آثارهم وبهداهم يهتدون إلهنا بمحض فضله العظيم وجوده بجاه سيد الأنيم أمد جميعنا على طريقة أبي العباس ملجئي وقدوتي وسنة المختار عين الرحمة يوم التغابن شفيع الأمة وحب شيخنا خديم الحضرة وآله الغر ذوي المكانة أبي الحبيب موئل الغريب وناصر البعيد والقريب حامل كل الخلق الله العلي في السر والعلن النعم موئلي عن ندفعن كل ما نخشاه بجاههم ربك ما نرضاه بجاههم أنزل لنا الشفاء يا ربنا وأجب الدعاء فارحم بنا يا كاشف البلاء والضر من بيده الشفاء فارحم بنا يا كاشف البلاء والضر من بيده الشفاء فارحم بنا يا كاشف البلاء والضر من بيده شفائي تكرما منك بجاه قدوتي أبي الفيوض عمدتي ونصرتي شيخ التجان العارف الرباني قطب الوجود منبع العرفان وكل ما أخرجته للصدقة بارك لنا فيه بسر البسملة ولا تخيب يا إله العالمين فينا بسترك رجاء المسلمين ولا رجاءنا بمحض الفضل فيك بجاه المصطفى المبجل حل بيننا وبين كل ما يضر وكل ما يخاف بارئ الصور أجب دعائي واكشف عن غمومي يا دافع الكروب والهموم يا الله يا مقدر الأقدار ومجري البحار والأنهار يا من إذا ما شاء شيء يكون كيف يشاء في حينه بلا معين قدر لنا الرضا بما قضيت يا رب لا إله إلا أنت نحن جميعا ربنا في فزع وخجل وأنت خير مفزع
لذا أتينا بابك الكريما مستغفرين كن بنا رحيما ولا ترنا رب يوم الهول سوى الذي يسرنا خير ولي أنت الرحيم واللطيف بالعباد ارحم بنا واسلك بنا سبل الرشاد بجاه من لولاه ما الأخلاق توجد يا مبدئ يا خلاق بجاه من لولاه ما الأخلاق توجد يا مبدئ يا خلاق فاغفر لنا جميع ما قدمنا يا غافر الذنب وما أخرنا بجاه من أرسلته إلهي للعالمين رحمة وجاهي أصحابي وآلي الكرام والخلفاء أنجم الظلام وشيخنا ممد أهل الله أبي الفيود العارف الأواهي شيخ الشيوخ أحمد التجاني ابن الرسول المصطفى العدناني حول لنا لأحسن الأحوال أحوالنا يا مصلي الأحوال حول لنا لأحسن الأحوال أحوالنا يا مصلي الأحوال حول لنا لأحسن الأحوال أحوالنا يا مصلي الأحوال أد لنا رب جميع التبعات أبدل جميع السيئات حسنات وكل ما من خطأ أو عمدي عنا جميعا فاعف يا ذا المجد أنت الغفور البر والرحيم فاغفر لنا ما كان يا كريم فاغفر لنا جميع ما أسررنا تفضلا منك وما أعلنا عن سيئات العبد يا من يعفو عنا جميع السيئات فاعفو وأنت لا يخيب من دعاك إذا توسل بمصطفاك بي توسلنا إليك يا مجيد يسر لنا به جميع ما نريد من الرضا وخيري الدارين تفضلا يا مالك الكونين والستر والتوفيق والسلامة من كل ما يفضي إلى الملامة والصبر والتسليم والتوكل عليك في أمورنا يا موئلي يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم بجاه خير الخلق حبك الكريم يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم بجاه خير الخلق حبك العظيم يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم بجاه خير الخلق حبك العظيم بمحض فضلك اجعلنا مقتفين تفضلا آثاره في كل حين بمحض فضلك اجعلنا مقتفين تفضلا آثاره في كل حين أعمالنا الحق بأعمال السلف واجعل جميعنا لهم خير خلف أنت الذي تحكم ما تريد فينا وحكم غيركم مردود وما لنا من منقذ سواك أنقذ جميعنا بمصطفاك نحن عبيد ما لنا سواك من مالك نعبده إلاك من عبد الغير فهو لائي ونجنا من ذاك يا إلهي بنسلكن مسلك الأخيار المصطفين سادة الأبرار لحضرة القرب إلهي أوصلي جميعنا بالمصطفى المفضل يا ربنا بسورة البقرة وآل عمران وبالبسملة
يا رب والسيف والمغني وحزبنا البحري يا ولي وبالمسبعات والجوهرة ربي والاستغفار والهيللة وآخر اليقين والصلاة على النبي صاحب الصلاة حبيبك الفاتح ما قد أغلق شفيعنا الخاتم ما قد سبق طهر لنا القلب بها والزكي أعمالنا ربي بدون شرك لكل ما للشيخ من أورادي واسلك بنا مسالك الرشاد مطالبي تعلمها خبير بكل ما تكن الصدور يسر جميعها بدون كد ولا مشقة بجاه أحمد واغفر لنا واغفر لوالدينا والمسلمين يا ربنا آمين بيوم الاثنين أو الجمعة وسرها يا رب فاشف علتي وبقريش ربنا والفيل وكوثر يا رب كن وكيلي بآية الحرص وبالكرسي رب قنا شرور كل شيء بجاه من أرسلته للعالمين يا رب رحمة محمد الأمين وجاه ابني صفي الأصفياء أمين المعروف تاج الأتقياء ممد كل أولياء الله خاتم نظمهم حبيب الله سليل سار من عظيم الشان شيخ الشيوخ يا أحمد التجاني سليل سار من عظيم الشان شيخ الشيوخ يا أحمد التجاني على ضريحه مدى الأزمان سحائب الرحمة والرضوان والآل والأصحاب والمقدمين والخلفاء يا رب أرباب اليقين وما لنا بالفيض غيره غرض كذاك عنه ما لنا رب عوض يا ربنا بالحي والقيوم وبالرؤوف رب والرحيم أحيي قلوبنا بنور المعرفة وبالمراقبة والمشاهدة حتى نكون من عبادك الذين تفضلا خصصتهم علم اليقين وحالنا عليك ليس يخفى والطف بنا واستر بجاه المصطفى ليس هناك أحد ينجينا من شر هذا الدهر أو يكفينا مما نخاف سواك يا علي حل بيننا وبينه خير ولي ليس لنا من قوة وحولي إلا بك اللهم يا معولي ثبت لنا محبة النبي في القلب سيد بني لوي ثبت لنا محبة النبي في القلب سيد بني لوي وآله وصحبه والخلفاء ذوي التقى والرشد أرباب الصلاة وشيخنا بلاريا وسمعتي لوجهك الكريم يا ذا القدرة والآل والأصحاب والمقدمين والخلفاء يا رب أرباب اليقين يا ربنا بذكرك الحكيم نعوذ من عدونا الرجيم يا ربنا بذكرك الحكيم نعوذ من عدونا الرجيم بسورة القرآن والآيات يا رب نجنا من العاهات والموت والمرض في الأسفار في الجو والبرار والبحار سفينة كانت أو السيارة دراجة كانت أو الطيارة
وميتة السوء وموت الفجأة وسكتة القلب وكل فتنة وقصر العمر إلهي نجنا من كل ما يوجبه يا ربنا من مرض القلب ومن معدته ومن فؤاد ربنا ورئته من مرض القلب ومن معدته ومن فؤاد يا ربنا ورئته وفارج وظلمة العينين والسل والحصر هموم الدين من كل ما يوجب قطع العضو أعاذنا بجاه ذي العلو محمد من جسمنا إلهي فاغفر لعبدك الضعيف الواهي وشق بطن ربنا وفتح رأس بسورة الضحى والشرح وقلع عين ربنا وسني ربي بمصطفاك يا ذا المن إنا نعوذ بك من طاعون وضغط دم سكر جنون وسرطان ملجأ المضطر يا دافعا عنا جميع الشر والريح الأحمر والداء الأكبر شرهما قنا بخير مضر والريح الأحمر والداء الأكبر شرهما قنا بخير مضر ومن رعاف جريان البطن ووجع العينين والأذنين ومن رعاف جريان البطن ووجع العينين والأذنين ومن رعاف جريان البطن ووجع العينين والأذنين ووجع الرأس وصلب ظهري يا ربنا وكبد وصدري ووجع رأسي وصلب ظهري يا ربنا وكبد ظهري يا ربنا وكبد وصدري ومن كلى يا ربنا ومعدة ومن طحال ربنا وسرة ومن سعال وانتفاخ البطن به أعذنا مالك الكونين من مرض الأعصاب رب نجنا تفضلا وشرا رب قنا أعاذنا من هذه الأمراض رب عزيز ما يشاء قاضي منها جميعا نجني وأهلي وإخوتي وجيرتي ذا الحول وما لنا من أحد ينجينا منا سواك كلنا معينا وما لنا سواك من طبيبي فلتشفنا بالمصطفى الحبيب ومن عمى وبرص شقيقة ورمد يا ربنا وحبه من مرض الحشاء إلهي نجني وعضد وغيره رب قني وضنك عيش واعتداء ظالمي ونكد ومن ظلوم غاشمي وضنك عيش واعتداء ظالمي ونكد ومن ظلوم غاشمي وثقل رأس وجسمي خففي ربي بعبدك الضعيف فالتفي ووجع الخد وإبط ركبتي وكتف ومقف وعانتي قني إلهي كل ما ذكرت مما علمته وما جهلت يا مبرئ الأسقام والأوجاع ويا مجيب كل عبد داعي كما وعدت بالكتاب واشفي عبدك ذا به إلهي والطفي أنت الطبيب الحق أنت الكافي عللنا يا رب أنت الشافي
فاشف لنا رب جميع العلل تفضلا بجاه خير مرسلين أحمد من أرسلته مبشرا وداعيا وهاديا ومنذرا صل عليه دائما وسلمي وآله وصحبه وكرمي يا رب حل بيني وبين الوسوسة بصورة الناس وسر الحوقلة لا حول لعبد ولا قوة له إلا بحولك ولا معين له من سيء الأدواء رب نجنا شر طعام السوء رب واكفنا إذا أكلناه فلا نرى أبد من بعده شيئا يضر يا سمد وكل من أراد أن يطعمنا طعام سوء شره رب قنا واصرف عنا عاجلا إلى الذي صنعه رب يديه فخذي مما تقدم وما تأخر فلا نرى منه إلهي ضررا لا وجعا يتركه ولا أثر بجاه شافع الورى خير مضر يا رب بالجسم ولا تغييرا كن دائما رب لنا نصيرا وفي العروق معتق الرقاب والمخ والدماغ والأعصاب والرأس والرجلين واليدين يا رب والعينين والأذنين والجلد والشعر والعظام يا رب والأعضاء والمسامي والجلد والشعر والعظام يا رب والأعضاء والمسامي والدم يا حفيظ والمفاصل واللحم يا ذا الجود والفضائل وكل من بيد سوء مسني فاردده إليه ضره ونجني من كل ما ينمي من مضرة لنا بمحض الفضل يا ذا القدرة إنا نعوذ بك من معياني وشري وشر ذي عدواني واجعل حجابا بيننا يا ربي وبينه تكرما بالحب ونجنا ربي كما نجيت سيدنا أيوب إذ كشفت عنه إلهي ضره فانكشفا عبدك ذا فاشف بجاه المصطفى سلم كما سلمت يوسف الأبر من جبه عبدك من كل ضرر نج كما نجيت إبراهيم من نار النمرود وكن رحيما بنا بمحض الفضل يا حنان والعطف والكرم يا منان ربي كما نجيت موسى نجني من كيد فرعون البلايا وقني من ظلمة البحر لقد نجيت يونس يا رحيم إذ سمعت تسبيحه تفضلا إلهي ورحمة منك فيا لله من أما بابك الكريم لا يخيب يا من إذا دعاه عبده يجيب من أما بابك الكريم لا يخيب يا من إذا دعاه عبده يجيب لذا قد يممت بابك الكريم مستوهبا يا رب فضلك العظيم ونجنا كما تنجي المؤمنين كما وعدت في كتابك المبين من سل السيل الظلم والعدوان والبغي لي يا رب والطغيان فاضرب به عنقه وكسري شوكته ومطلوبه وعسري كن حائلا بيني وبين الأعداء يا ربنا بمصطفاك أحمدا إن الطغاة
رأت حمة الإسلام قد هتكوا بارئ الأنام وبدلوا سنة خير الخلق بيدع مهلكة للخلق أنت الطبيب الحق يا خبير بكل ما تكن الصدور بدون فحص لا ولا تجسس عنا الكروب يا إلهي نفسي بدون فحص لا ولا تجسس عنا الكروب يا إلهي نفسي طبيبنا الأمين والرحمن وشيخنا التجار والقرآن يا الله أكرمنا ولا تهنا واستر عيوبنا بمن حملنا حالي لا يخفى عليك حولي لأحسن الأحوال يا معولي ونجنا من غيبة وزور وكل ما يفضي إلى الفجور أمسك لساننا عن الفضول والهذيان بأبي البتول رضي عنا اللهم الأزهار تفتقت وفاضت الأنهار من دنس المعاصي رب طهري قلوبنا الخير لدينا أكثري أصلح شؤوني ربنا وديني يا ربنا وقوي لي يقيني ونجنا من سمعة رياء على الورى وحب الاعتلاء وكل ما يفضي إلى الملامة يوم اللقاء يا رب والندامة رشدك ألهمنا بجاه الهادي حبيبك الداعي إلى الرشاد وطهر القلب لنا من غضبي وشره بجاه خير العرب وشر ما نخشاه يا إلهي وشر ما يفضي إلى الملاهي وغلظة فظاظة وكبر وحسد يا ربنا وجوري تعلم ما بالقلب يا الله ونجني من شره يا الله أسبر رداء سترك الجميل علي في الدارين يا وكيلي والأهل والإخوان والأحباب جميعهم يا رب والأصحاب وأولنا التفويض والتسليما لكل ما قضيت يا حكيما والصبر والثبات والتأييد والنصر والتوفيق والمزيد صدق التوجه وحسن الاعتقاد وحسن خلق هب لنا رب العباد وانفي الوساوس والانتقاد عني إلهي هب لنا الرشاد ملهمنا الصبر على البلاء موزعنا الشكر على النعماء ربي بسر اسمك المصون وبالكتاب المحكم المكنون قلبي يقيني واحفظن ديني ويسرا سؤلي يا معيني وافتح لي القلب وقوي عوجي واسلك بنا يا رب خير منهجي منهج أهل سنة الغراء والصدق والإخلاص والوفاء بشمل يا رب فانذم شملنا وبسرادقات عزك احمنا بشمل يا رب فانظم شملنا وبسرادقات عزك احمنا بشمل يا رب فانظم شملنا وبسرادقات عزك احمنا وأولنا اللهم يا ما أوليت عبادك الأبرار كيف شئت وأولنا اللهم ما أوليت عبادك الأبرار كيف شئت
من التجليات والكشوفات والنفحات رب والفتوحات. اللهم وارفعنا ولا تدعنا واستر جميعنا ولا تفضحنا. وسامح اللهم إن أسأت معكم الأدب أو أتيت بغير ما يرضيك من شكاية أمراضنا، وهب لنا العناية، وهب لنا معرفة تقينا شر الهوى والنفس واليقينا، والعزم والعصمة والتجلدا في كل أمر كلنا مؤيدا. والعزم والعصمة والتجلدا في كل أمر كلنا مؤيدا. والعزم والعصمة والتجلدا في كل أمر كلنا مؤيدا. وكن كما كنت لنا في كل ما قد هالنا في كل أمر عظما، حتى أنال يا إلهي بغيتي تفضلا منك بجاه عمدتي. خذ بيدي أخذ الحنان يا رؤوف، والعطف يا من بعباده لطيف. وارزق لنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه وقلبا خاشعا. فاقبل تضرعي كذا ابتيالي إليك يا ذا العز والكمال. عجل لنا عونك يا معين لكل عبد جاء يستعين. عامل بمحض الفضل والإحسان عبدك والغفران والرضوان. فالطرق انسدت وضاقت الحيل إلا إليك ربنا عز وجل. وكل ما قدره القدير نرضى به فإنه جدير. مدبر الأمور هو الله ليس لا مدبر سواه. خير لا تختار لنفسك أبد، والخير فيما اختاره لك الصمد. ما ينفع العباد دائما يريد، لا ما يضرهم إلهنا المجيد. واتق ربك فإن التقوى لسلم يرقى به للمولى. واتق ربك فإن التقوى لسلم يرقى به للمولى. وخير زاد المرء تقوى الله، فاعن به تنل رضا الإله. ففي الكتاب إن خير الزاد للعبد تقوى الله للمعاد. ألف لنا رب قلوب الأسرة بجاه أحمد شفيع الأمة، حتى يكونوا ربنا متحدين كما أمرت في كتابك المبين. ونجيهم من الشقاق والفراق بجاه من أسريته على البراق. صو صفوفهم وألف القلوب، واستر جميع ما لهم من العيوب. ووقهم شر العدا والقال، وشر ما يفضي إلى الضلال. واجعلهم رب دعاة أمنا، ومرشدين يا إلهي علماء، إلى سبيل الخير والرشاد والصلح والإصلاح والسداد. ونجيهم رب من التعصب بحبك الكريم عالي الرتب. وأطل العمر بمحض الفضل لهم بمصطفاك يا خير ولي. ظني فيهم يا علي قوي، حقق لنا الظنون يا ولي. ولا ترنا ربنا فيهم أبد بجاه شافع البلايا يا صمد، إلا الذي فيه رضاك يا كريم، ذلك ربنا هو الفوز العظيم. أبواب الأرزاق إلهي وافتحي لهم شؤونهم إلهي أصلحي.
أبواب الأرزاق إلهي وافتحي لهم شؤونهم إلهي أصلحي بكامل الصحة والسلامة من كل ما يفضي إلى الملامة وعدهم ربي من أهل الفتح ربي بسورة الضحى والشرح واجعلهم بغير شيخ آخذين والسنيين علماء عاملين واجعلهم بغير شيخ آخذين والسنيين علماء عاملين قلوبهم قلب لنا يا ربي إلا الذي فيه رضاكم ربي واجعلهم يا ربنا خير خلف بجاه شافع البرايا للسلف واكفهم شر العدا والنفس وشر جن ربنا وإنسي واسلك بهم مسالك الأبرار ونجهم من صحبة الأشرار حتى يكونوا ربك الأجداد في العلم والصلاح والرشاد واسلك بنا يا رب والبنات مع البنين مسلك الهداة يا رب واجعلهن صالحات بربنا المعبود خائفات وبالأوامر الإله تابعات وعن مناهيه جميعا تاركات وبأوامر الإله تابعات وعن مناهيه جميعا تاركات ومسلمات قانتات عابدات وصائمات ذاكرات خاشعات بجاه شافع الورى العدناني وجاه شيخ أحمد التجاني وجده النوالد المنصور مالكنا ذي المنصب الكبير لا تجعلن أبدا رجائي فيهن خائبا بذي اللواء يا رب أزواجا كراما علماء وسنيين صلحاء أتقياء بناتنا وارزق بجاه الهادي متبعين سبل الرشاد ولا تخيب يا إلهي أبدا في مطلبي هذا بجاه أحمدا أنت الكريم الرب فالكريم من أمه ينال ما يروم وكل ما فعلت لا لتسببي لا للتوكل عليه ربي إن التوكل عليك لا على غيرك يا رب السماوات العلا يا رب كن خلفي وكن أمامي فوقي وتحتي بارئ الأنام يسر لنا حمل أذى الأخلاق بلا رياء لا ولا نفاق لوجهك الكريم دون مني ولا أذى يا مالك الكونين قارع بابك فلا يرابك سوى الذي يرجوه منك يا أحد ها نحن بالباب إلهي مادين أيدي الضراعة إليك راجين ها نحن بالباب إلهي مادين أيدي الضراعة إليك راجين منك الإجابة بجاه العالمين يا من يجيب دعوة المضطرين منك الإجابة بخير العالمين يا من يجيب دعوة المضطرين يا الله يا من بالدعاء أمرا على لسان المصطفى وبشرا به العباد ربنا فامتثلوا أعطهم جميع ما قد سألوا فقد دعوناك كما أمرت يا ربنا استجب كما وعدت يا ربنا يسر لنا المراد إنك لست تخلف الميعاد ما خاب عبد بكم قد أما مستعطفا جداك يا اللهم ولا تخيب أبدا رجائي فيك بجاه خير الأنبياء
كذاك مولانا رجاء المسلمين جميعهم بالمصطفى الهادي الأمين. خذ بيدي ربي وأيدي المسلمين أخذ الحنان يا لطيف كل حين. عاملهم بالعفو والغفران تفضلا منك وبالرضوان. موتاهم وارحم إلهي واجعلي مثواهم جنة عدن يا ولي. مجاوين حبك المختار وآله وصحبه الأخيار بلا حساب لا ولا عقاب ولا عتاب مالك الأرباب. منا الدعاء لكنما الإجابة منك إلهي هب لنا الإصابة. وكل ما لساننا يكل عن ذكره من الدعاء يا أول. جلبا ودفعا يا إلهي تممي لنا جميعا يا علي وعممي. عمرا مباركا طويلا وارزقي جميعنا آمالنا وحققي. ومن توصل بذا التوسل مطلبه له إلهي حصلي. أنت الذي تجيب كل داعي أجب دعائي بجاه الداعي. أحمد من قلت إذا دعاني عبدي أجيب بلا تواني. إذا سألك عبادي عني إني قريب قلت يا ذا المن. إذا سألك عبادي عني إني قريب قلت يا ذا المن. هذا الدعاء إليك لي وسيلة ومصطفاك صاحب الفضيلة وصاحب الختم المحمدي موصلنا إليك يا ولي. من صحبي ربي ذوي الإخلاص وعدنا بسورة الإخلاص. مستمسكين ربي بالكتاب وسنة الداعي إلى الصواب. نعوذ بالله من الشيطان وحزبه والعين واللسان. وسيلتي إليك عين الرحمة ومظهر اللطف شفيع الأمة. وسيلتي إليك عين الرحمة ومظهر اللطف شفيع الأمة. ونجله وارث سره الأبر أمين المعروف نعم ذا الوزر. ونجله وارث سره الأبر أمينه المعروف نعم ذا الوزر. شيخ الشيوخ العارف الرباني قطب الوجود شيخنا التجاني. وشيخنا محمد الغاري الشريف بحر الهدى والعلم ذو الجاه المنيف. وشيخنا المجاهد الكبير مرد الطغاة الفوتي الشهير. وجدنا الفاهم بحر الحكم ما يرى خال الشيخ كنز الكرم. وشيخنا المبارك السني الحاج مالك الرضا السري. وشيخنا الحافظ شمس الدين ومننا آب ذو التمكين. كذلك الحاج محمد فالي سليل باب فاتح الأقفال. كذلك شيخنا محمد علي وشيخنا المعروف مولد فالي. محمد الأمين ابن بدي بحر الهدى والعلم خير مرشدي. يا ربي والباقين من ساداتي ممن مضى منهم ومن سياتي عليهم رضا العزيز الباري ما كبر الليل على النهار. يا رب قد قدمت هؤلاء بين يدي طالب الشفاء. يا رب قد قدمت هؤلاء بين يدي راجي الشفاء. يا رب قد قدمت هؤلاء بين يدي طالب الشفاء طالبا شفائي.
يا رب قد قدمت هؤلاء بين يدي طالبا شفائي بجائهم أجب دعائي والطفي بنا لنا الآلام رب خففي أنزل شفاء رب لا يغادر تفضلا في الجسم أنت القادر أتمم لي الآمال أخر أجلي تكرما بالمصطفى المبجل ونجنا من ظلمة القبر ومن ضغطته وضيقه بلا فتن ونجنا من ظلمة القبر ومن ضغطته وضيقه بلا فتن وبعد دفني يا إلهي وسعي قبري بجاه حبك المشفع تفضلا يا رب نور قبري ووحشتي أنس بخير مضري تفضلا يا رب نور قبري ووحشتي أنس بخير مضري ولا ترنا رب بعد الدفن إلا الذي يسرنا يا ذا المنن ولا ترنا رب بعد الدفن إلا الذي يسرنا يا ذا المنن اغفر جميع أمة المختار واسترهم باسمك الستار اغفر جميع أمة المختار واسترهم باسمك الستار ببرزخ القطب أبي العباس جميعنا الحق إله الناس وجنة النعيم يا مولانا بمعد فضلك اجعل مثوانا مجاورين خير خلق الله محمدا سيد رسل الله عليه صل رب ما توسل عبد بجاهه ونال الأملا والخلفاء والآل والأصحاب جميعهم يا مالك الأرباب وهب لنا يا رب حسن الخاتمة ووقنا يا رب هول الغاشية وسكرة الموت إلهي خففي عند انقضاء أجلي بي والتفي ذكرك واجعل ربي قوت قلبي وحب خير عجم وعربي ذكرك واجعل ربي قوت قلبي وحب خير عجم وعربي وذكرك الحكيم حيث كنت مهتديا بهديه ما دمت والاهتداء بهدي خير الخلق عبدك هذا يا إلهي وارزقي كوني تلميذا لهذا القطب حققه يا رب بدون سلبي وآلي وصحبي الكرام والخلفاء أنجم الظلام صحائب الرحمة والغفران أسبل عليهم دائم الإحسان وعمر قاف ربنا ونوني والزاي هب لنا بدون هوني والأمن والصحة والسلامة من كل ما يخشى لدى القيامة عن العباد يا إلهي فرجي ما لهم أنت قريب الفرج بجاه من ومن توسل وجد مراده منك صريعا يا صمد ولا ترد يد من توسل بنظمنا إليك يا رب العلا خائبة بجاه هذه الخلق جميعهم إلى سبيل الحق